اسرتها. ليه؟ لان هم في الحاله دي مش عارفين قوس نيران، مش عارفين اللي يقعدوا فين، فبقوا هم تلاقي الناس ماشيه، تلاقي طلقه ناس وقعت، طلقه ناس شدت. فاحنا قلنا ما ينفعش الكلام دون، لازم ندمر الاسم باللي فيه. قعدنا نضرب الاسم ضرب بقنابل حرقه وغيره. بعد الظهر كده جالنا واحد راجل صول من الاسم، قال لك ان اليهود اللي في الاسم عاوزين يسلموا، بس اشترطوا عليه ان هو اللي يرجع، وان هم مش عاوزين يسلموا على الكوماندوز اللي هم شايفينهم. طبعا هم شايفين جنود احنا ما شفناهاش، بعد كده ما وصفوها في كتابهم اسمه التقصير، قال لك جنود صاعقه عمالقه لهم انياب، جا ربنا وريها لهم. فهم بيقول لك مش عاوزين نسلم للكوماندوز دول، احنا عاوزين حد يستلم مننا. المهم اقنع الراجل، طالما الراجل حاولنا معاه ابدا ان هو يرجع، مات في الارض. قال لك ما رجعش. كان راجل كبير برضك وكان له عذر، يعني انه طبعا ما تعرضش لخوف زي ده، فرفض ان هم قالوا اي حد عايز. وطبعا لما شفناهم عملوا ايه في الشهيد اشرف، فبعد كده بدات ايدي احس بيها، فجاء الشهيد ابراهيم رحمه الله عليه خد مني الاذن ان هو يقتحم الاسم. ابراهيم سليمان قال غطوني بالنيران وانا هاجم الاسم، وشفته بيلعب جمباز. غطيناه بالنيران وبينط لسه فوق سور الاسم، اخذ دفعه رصاص في صدره ونام فوق السور. جه الشهيد فايز والشهيد اشرف قالوا احنا نخش من البابين بتوع الاسم الشرطه ونقاتلهم جوه. دخلوا، سمعنا قتال حصل لمده 3-4 دقائق وبعدين سكت، استشهدوا الاثنين. قعدنا نحاول نصفي الجيوب اللي موجوده في البلد، صفيناها لغايه ثاني يوم 25 الصبح. بدأنا نطهر اسم ال40 من اليهود ومن الاماكن اللي احنا واقفين فيها دي، لان كان اليهود منتشرين هنا. يوم 24 بالليل جات لي تعليمات ان انا احرق الدبابات. فاحنا حظنا كويس، كان في عربيه هنا اصطدمت الطيران كان عاوز يضربها، فالولد حمله بنزين، فالولد دخل احتمى بالشوارع، وهو بيجري دخل في سن بيت، الراديتير اتطبق والعربيه وقفت، والعربيه كانت زي قنبله موقوته هنا، يعني لو سبناها. جينا لله الحمد، كان الرجاله كلها رجاله تمام، جرينا العربيه لغايه كان هنا قدامنا. العمارات دي كانت عباره عن جراشات عربيات تتأجر بالجراج كده، فدخلنا العربيه دخلناها جوه جراج وموهناها بشباك التمويه اللي كانت عليها. راح الزميل محمود عواد والزميل محمود طه وبعض الاخوان معاهم، جابوا بنزين من عربيه بتاعه وقود كانت موجوده جنب البيت، وبداوا يحطوه في المدرعات وهي سليمه ويولعوها. يعني اغلب المدرعات اتولعت وهي سليمه. البنزين ده احنا خدنا منه كام جيركن اللي هو حرقنا بيهم بعض الدبابات اللي كانت موجوده، ومنها الدبابه اللي هتشوفوها اللي هي كان ضرب السيد ابراهيم سليمان دي، طلعنا عليها عشان الاول. ودي يعني كان بفضل الله اولا، ثم في حرق الدبابه دي انها قعدت تنفجر وتعمل انفجارات ونورت السويس، وهي والمدرعات رعبت اليهود كلهم، رعبت اللي حاولوا ما حاولوش تاني يخشوا من الطريق ده ابدا، اترعبوا خالص، لان النار بقت موهجه لدرجه ان وش الدبابه القداماني دي طار بتاع 100 متر. شوف رغم شمكته قد كده راح عند باب السينما. جينا الصبح بدانا نشيل شهدائنا، بدانا نحطهم ندفنهم دفن عشوائي اي حاجه، بدانا نشوف المدرعات اللي موجوده كلها حرقناها. القتلى الاسرائيليين الناس بقى كانت في حاله من الانتقام منهم، لانهم دخلوا البلد، وحصل ان النصر اشعل الحماس في صدور الناس، وبدات البلد تستعيد نشاطها من ثاني. الا ان اليهود مجموعه منهم استطاعت ان هي تهرب من اسم ال40، اسم شرطه ال40، ومنهم مراسل عسكري اللي هو كتب كتاب التقصير. وكانت ملحمه وطنيه تثبت ان قول النبي عليه الصلاه والسلام اذا دخلتم مصر ان شاء الله فاتخذوا منهم جندا فانهم خير اجناد الله في الارض، وان شاء الله سنظل اجناد الله في الارض الى ان تقوم الساعه باذن الله، وانهم في رباط الى يوم القيامه. استشهد والله ويجي الثاني فداكي وفدا اهلي وبنياني، يا موت ويا صاحبي خذ مكاني، دي بلدنا حلفه ما تشغل حر. يوم 25 اكتوبر وجهوا انذار الى محافظ السويس محمد بدوي الخولي بانه يسلم السويس والا هيدمروا السويس عن اخرها. المحافظ استشار من حوله وبحثوا في الموقف، فقيل له يا فندم
لا ماء عندنا ولا تعيينات عندنا، وكذلك ما عندناش قوات تقدر تقاوم الغزو الإسرائيلي. السيد المحافظ اتصل بينا وكنا عاملين كلمة سر بيننا وبينه اللي هي عبد الهادي، على اساس يتصل من أي موقع، وكان هو في محل للبقالة في ميدان ال40 في شارع شميس، وكان على اتصال دائم مننا، وطلب مننا الاتصال بالمسؤولين في القاهرة وإبلاغهم منهم طلبوا تسليم المدينة ولا يعمل إيه؟ قال لي يختفي زي ما هو مستمر في اختفائه. فالحقيقة طلبة القاهرة السيد ممدوح سالم اتصل بينا وقال بالعرض على السيد رئيس الجمهورية الاستمرار وعدم الاستسلام. الحقيقة برضه كان من ضمن الحاجات ان هو اتصل بالشيخ حافظ عشان يبلغه، وهبط بعد ذلك الى ميكروفون بتاع المسجد عشان اذيع البيان بعدم التسليم. فكان البيان: ايها المواطنون يا ابناء مصر العزيزة، ان العدو يروج الان بان المدينة وافقت على تسليم، وهذا من باب الحرب النفسية. اثبتوا في مواقعكم وسوف نظل نقاوم إلى آخر قطرة من دمائنا، ولنكن شهداء عند الله تبارك وتعالى. أولى لنا من أن نكون أسرى في أيدي العدو. توكلوا على الله تبارك وتعالى، وإن شاء الله النصر لنا. المحافظ وشعب السويس كله رفض الإنذار، رفضوا انطلاقا من وطنيته. هذا الشعب اللي تمرد طول عمره وكان قلعة للكفاح وللدفاع عن مصر وبوابة مصر الشرقية، كان لا يمكن حد فيه يسلم تحت أي ظرف من الظروف، لا محافظ ولا مواطن بسيط ولا أي إنسان في هذا البلد. لم تنتهي العمليات يوم 24 أكتوبر سنة 73، بل استمرت على أوقات متفرقة طوال فترة الحصار. قدرنا نستولي على مجموعة كبيرة جدا من الأسلحة من اليهود. طبعا دي عوضتنا عن النقص اللي كان عندنا من الذخيرة، وخاصة الصواريخ لوز اللي كانت حتى جاية لإسرائيل لأول مرة من أمريكا مباشرة على الثغرة، والهاون، وطبعا الرشاشات والبنادق. وقدرنا ان احنا نستولي على او نخلع من احد العربيات او العربيه 2 مدفع نص بوصه. طبعا المدفع نص بوصه ده ما حدش يقدر يستعمله هو شايله، فقدرنا نصنع بفضل الله يعني عن طريق بردك احد الناس اللي انا بعتبره فدائيين. كان الراجل ده لحام وعنده ورشه لحام، كان اسمه عبد الله، لحم لنا العربيه دي. حتى قلنا له يومها خد فلوس حق اللحام، قال انا اجي معاكم، وجي معانا وقعد يقاتل. وبدانا ان احنا يوميا نطلع نعمل الاول نستطلع، وبدانا نعمل علاقات مع جميع الناس اللي حواليهم اليهود ونمدهم بالسلاح. والناس دي كانت عيون لينا، تيجي تبلغنا يومين النهارده دخلت دبابه، النهارده مش عارف ايه. اذا قدر الراجل ده يقوم ونقول له ازاي يعمل كذا ويعمل كذا بيقدر، ما بيقدرش بنروح احنا وبنعمل اغاره على الموقع ده سواء بالليل سواء بالنهار. يوم 28 اكتوبر الفجر جالي بعض الافراد قالوا لي ان قوات اسرائيليه بدات تتسلل عبر مدرسه اسمها مدرسه التجاره. كانت مدرسه التجاره دي مفيش حد فيها، قدام مدرسه السويس الثانويه العسكريه. وبعدين جمعت قوات بتاعتي وكان عددهم 13 واحد. استطعنا برضو تجميع افراد تانية، وصل عددنا الى حوالي 36 واحد، ورسمنا خطة وهاجمنا المنطقة اللي هم كانوا فيها. الاشتباكات ما كانتش بسلاح الار بي جي اطلاقا، وانما كانت بالبنادق الآلية. استمر الاشتباك دون مستمر على